التونسية متميزة في بطولة العالم للكيوكوشينكاي كاراتيه التي دارت بمدينة الكامو الإيطالية، وذلك بحصد ما لا يقل عن 8 كؤوس في اختصاصات مختلفة. احتضنت مدينة الكامو الإيطالية بمشاركة 22 دولة منافسات بطولة العالم للكيوكوشينكاي كاراتيه التي نظمتها الجامعة الدولية للفنون الدفاعية. ورغم قلة عدد رياضيها فإن المشاركة التونسية كانت متميزة وحصدت عدة كؤوس في اختصاصات مختلفة، حيث أحرز فراس البكوش المركز الأول في اختصاص التكسير أمام بطل العالم الأرجنتيني ماتيوس، وحل ثانيا في اختصاص الفول كونتاكت أمام مواطنه عماد السويعي، فيما اكتفى بالمركز الثالث في اختصاص الكيك بوكسينج أمام حامل اللقب. وتواصل التألق في بطولة العالم لكيوكوشينكاي كاراتيه من خلال بطل العالم السابق ورئيس الوفد التونسي صادق كوكا الذي نال لقبين، تمثل الأول في الدرع المسند له على العروض المتميزة في حفل الافتتاح، أما الثاني فكان بعد تألق في إدارة عديد المباريات. وباعتبار أن تونس كانت البلد العربي الوحيد الذي شارك في هذه التظاهرة العالمية، قرر أعضاء المنظمة العالمية وبالإجماع منحها شرف استضافة النسخة القادمة من المسابقة التي ستقام الصيف المقبلة، لكن يبقى ذلك رهن الاتفاق مع السلطة المعنية في تونس وإبداء الموافقة أو الرفض في ظرف لا يزيد عن شهرين. نشرتنا انتهت، وفي ختامها نذكركم مشاهدينا بالعناوين. استشهاد عوني حرس وطني وإصابة ثالث بنيران مجموعة إرهابية في منطقة قبولات.